إخواني السلام عليكم. هاد الفيديو هذا بغيتكم تتبعوه حتى للتالي. غادي نشوفوا هاد الشخص الجزائري شنو كيقول على الاقتصاد المغربي، وذكر فيه بعض المعلومات اللي هي ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلطة، ولكن غادي نشوفوا في هاد الفيديو هذا. بقاو معنا حتى للتالي وتشوفوا الرد ديالي على هاد الفيديو بالتفاصيل. خليكم مع الفيديو ما تزابيوش، وشكرا. نزيدو نروحوا للارقام تاع الاقتصاد المغربي. الميزان التجاري تاع المغرب اخر 12 سنه خاسر. الدين في المغرب الخارجي فقط وصل 80 مليار دولار، اللي هو يمثل تقريبا 80% من الناتج المحلي الاجمالي في المغرب. الدين الداخلي كيف راه في 60% من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا. الميزان التجاري الخاسر تاعكم من 12 سنه تعوضوا فيه بالديون. ومعروفه الاقتصاديات اللي تعوض ميزانها التجاري الخاسر بالديون مصيرها كيفاش راح يكون على مدى 4 سنوات 5 سنوات. لذلك الوضع في الاقتصاد، الوضع الاقتصادي في المغرب جد خطير. فما يجيش النظام المغربي يزوق لكم. على الاقل في الجزائر عارفين باللي الوضع الاقتصادي كارثي، حتى اللي راحوا انتخبوا وحتى اللي عند مع السلطه الحاليه مثلا ويشوفوها باللي افضل خيار للجزائر، لكن لا يختلف اثنان اننا عايشين ازمه اقتصاديه. حتى اللي انتخبوا عليه يخرج يقول لك رانا عايشين ازمه اقتصاديه، عندنا مشكل كبير في الاقتصاد. اولا هذا تقرير ديال منظمه افامي، هي منظمه تابعه الامم المتحده ديال الاحصاء ديال المديونيه الخارجيه للدول، كتعطي واحد التصنيف اللي هو ترتيب ديال الدول من حيث المديونيه الخارجيه. واي دوله في العالم مهما كان الاقتصاد ديالها طالع كتكون عندها ديون. اي دوله، الولايات المتحده، الصين عندها ديون خارجيه، الصين عندها ديون خارجيه. يعني نكفيو نقولوا امريكا عندها ديون، الصين عندها ديون. يعني غادي نشوفوا الترتيب ديال الجزائر اللي كيقول عمي تبون ما كاينينش ديون. الترتيب ديال الجزائر هو الترتيب الرابع عربيا، مبلغ كيتجاوز 109 مليار دولار. يعني الناتج الداخلي ديال الاقتصاد 57%. هذا التقرير ديال افامي. وفي نفس التقرير كيذكر بان مصر الاولى عربيا بمبلغ 409 مليار دولار، والسعوديه الثانيه 250 مليار دولار، والامارات 158 مليار دولار، والعراق في المرتبه الخامسه 104 مليار دولار. قطر، الاقتصاد ديال قطر وما ادراك ما الاقتصاد ديال قطر 103 مليار دولار. المغرب في المرتبه السابعه بمبلغ 102 مليار دولار، والسودان في المرتبة الثامنة بمبلغ 89 مليار دولار. هذه حجم الديون الدين العام. يعني باش نقول الدولة ما عندهاش ديون مستحيل، كايناش. الصين نتنقلوا للصين. الصين عندها المبلغ ديال حوالي 3 تريليون دولار في المبلغ ديال الدين العام اللي عندها الصين. تقول لي الاستثمارات الخارجيه، تقول لي دولة عندها كتسلف باش دير. الصين عندها ديون خارجيه يعني على شكل استثمارات. المغرب عنده ديون خارجيه على شكل استثمارات. مستثمر بقوه في افريقيا، عنده توزيع ديال البنوك في افريقيا وفي اوروبا، ممكن نصنفوها في ديون خارجيه. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها. خليكم معنا. لكن نتوما كارثتكم وين راهي؟ انكم حاطين باللي راكم في الطريق الصحيح وباللي اقتصادكم قوي فقط لانكم صدرتوا ما قيمته 3 ملايير دولار من السيارات. بالنسبه للاقتصاد ذكرتي بان حجم يلا المغرب صدر من كذا وكذا من حجم يعني 2 مليار ولا 3 مليار دولار من حجم السيارات. وبأن المغرب يصدعونكم على أساس أنهم قوة وأساس أنهم دولة صناعية وكذا وكذا. المغرب كيحقق 11 مليار دولار اللي هي من صناعة السيارات. هذا باش نقول لك تحديث المعلومات، تحديث
ضروري الانسان يكون كيدير واحد الميزاجور المعلومات اللي هي عنده، المعلومات تكون عندك تحديث. هيك على قطع الغيار اللي كيوفر المغرب. هذا داخل في جانب من صناعه السيارات. صناعه السيارات اللي صناعه السيارات اللي ولات واحد بنات راسها كقوه في افريقيا. قوه في افريقيا. المغرب اول دوله واول منتج للسيارات في افريقيا، والثالث عالميا مور الصين ومور الهند. يعني واحد البروباغندا غسلوا من نهار يوسكم. نساو. حاول تبني راسك، حاول دير كما دارت الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه شدت الاستقلال ديالها، بنات اقتصاد. مؤسف هذا الشيء هذا. يعني النخبه اللي كتسمي راسها قاريه ومثقفه وواعيه وكدير بحث، كلفتي راسك البحث. ممكن تدخل الانترنت تاخذ بحوث الايام، تاخذ قنوات عالميه شنو كتهضر، قنوات عالميه شنو كتقول على المغرب في مجال ديال صناعه السيارات. فوتوا حنايا صناعه السيارات. تحويلات المغاربه ديال الخارج ما ذكرتيهاش في التقرير. كاين 11 مليار دولار يا حجم التحويلات ديال المغاربه للخارج. 11 مليار دولار يعني المساهمات ديال المغتربين. هذه ما ذكرتيهاش في التقرير. مازال انت عاقل على صناعه السيارات. ده مؤسف. سأقول لك الانسان يكون كيدير التحديث ويكون كيصلح في وجهة النظر ديالو، خير ليه من ينتقد ويشوف ينتقد غير النفس ديالو. يدور بجنابه كيف ما كنقولوا حنا، يدور بجنابه ويشوف شنو عندي، شنو اللي خصني، شنو هادي، شنو بغيتي تقارن راسك مع المغرب وبغيتي تحط على العيوب ديال المغرب. ممكن نقول لك بان المغرب دخل في صناعه الطيران، ودخل هذه في 20 عام المغرب بنى قاعده ديال صناعه الطائرات، واللي غندخلوا ليها اللي كيصدر المغرب 2 مليار ديال الدولار. المغرب تيصدر 2 مليار ديال الدولار من قطاع صناعه الطيران، بما فيها الاقمار الصناعيه. ما ذكرتيهاش، ما كايناش. يعني كنشكرك انا على هذا الفيديو. انا شخصيا كنشكرك لانني درت بحث. يعني هذاك الفيديو يعني ماشي تا مستفز، يعني لا علاقه باش تذكر الدوله. انت خليك في الاقتصاد ديال بلادك، ذكر العيوب ديال بلادك، خليك في المناهج وفي الكوارث ديال بلادك. حنا غنرجعوا لهذا الشيء كامل. هذا القطاع ديال صناعه الطائرات كيشغل 18,000 موظف ولا مؤهل في هذا القطاع هذا، وكيوظف 142 شركه. تصور الحجم. والمغرب قدر بهاد الموظفين وهذا الشيء هذا قدر يكون قدر ينشأ طائره مغربيه ولا الاسم ديالها امل وكتصدر. هذا واقع. ما يعني نتوما صنعتوا سياره سامبول، غير ماشي تصنعتوا غير ركبتوا سياره سامبول. رفضتها نيجيريا. بعادي رفضت نيجيريا تدخل لبلادها، ما كاين حتى مشكل. يعني غير التركيب يعني تدني الكفاءه الجزائريه. وهذا واقع. خصك تكون تمشي دير واحد البحث، طلب وزاره التجاره والصناعه، طلب تحديث ديال المفاهيم، تكوين الاطر. هذا القطاع ديال صناعه السيارات في المغرب تيصدر ل 25 دوله في العالم. يعني تصور انت قطاع السيارات كيصدر المنتوج ديالو مصدر لاوروبا بشكل رهيب.
انا ما نقولكش اللهم خمسة وخمامات وداك الامور هذيك داك، حيت الدول امريكا واخا تقوص عليها حتى الصباح، واخا تجيب ليها المجامر وتجيب ليها ما عرفت شنو، هنا السحر ما الاقتصاد ديالها قوي قوي. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها، خليكم معنا. حتى دولة في العام تعتمد على قطاع السياحة في اقتصادها. يعني المغرب كي حتى توصل في أحسن الحالات توصل 6 ملاير 7 ملاير دولار مداخل محروقة، مداخل سياحة. هذا مش مداخل. بالنسبة السياحة هذا موضوع يعني خصو تروي، خصو مجهود. المغرب كيحقق من السياحة 9 ديال المليار ديال المداخل، 9 ديال المليار ديال المداخل، وعدد الوافدين اللي هم 11 مليون. هذا التحديد ديال 2022. الترتيب ديال المغرب الأول إفريقيا، الثالث عربيا، و35 عالميا. مكتقولش بأن عمر الاقتصاد، عمر السياحة ما كانت كتبنى عليها اقتصاد ديال الدول. فرنسا أول دولة عالميا، فرنسا أول دولة عالميا كيدخلها 89 مليون زائر، كتساهم ب10% من الناتج المحلي الإجمالي. 10% من الناتج المحلي الإجمالي كتساهم به السياحة فقط. اقتصاد من الدول السبع الصناعية الكبرى، يعني فرنسا اقتصاد أوروبا، عصب الاقتصاد في أوروبا، يعني كتساهم ب10% من الناتج. هذا جواب. بالنسبة للترتيب ديال الدول اللي غادي نذكر لك، لأن ما كتشكلش مصادر، يعني عندك تركيا الترتيب ديالها العالمي 8 عالميا، هذا التصنيف ديال 2022. عندك الحجم المداخل ديالها 43 مليار دولار، 43 مليار دولار، حوالي 38 مليون وافد للأراضي ديالها. عندك إسبانيا الترتيب العالمي 2 عالميا مور فرنسا، اللي حجم المداخل ديالها 87 مليار دولار، وعدد الوافدين ديالها 83 مليون مسافر. عندك الجزائر القوة السياحية، القوة الضاربة، القوة الكوكب، القارة كوكب القارة، التسهيلات، 120 مليون مصطاف، 100 مليار مسافر، الترتيب ديالها 52 عالميا. يعني عدد الوافدين ديالها، عدد الوافدين حاليا في الترتيب ديال 2022 كنهضروا على حوالي 2 مليون ونص، 2 مليون ونص زائر اللي جا للجزائر. شحال خرجت من الجزائر؟ شحال خرجت عدد السياح، عدد الجزائريين اللي مشاو سياحة للدول؟ 6 مليون سائح، 6 مليون سائح اللي خرجت من الكوكب، من القارة، مشات تستكشف العالم. الدولة الجزائرية حاليا في مخطط حاليا تنقول لك بالتحديد ديال 2023 في هذا الشهر هذا حوالي 3 مليون سائح. المخطط الاستراتيجي الآفاق البعيدة، الآفاق الكونية، 3 مليون مسافر، 3 المليون اللي كتخدم عليها، هذه حياتها. تونس رغم المحن، رغم الصعوبات السياسية، رغم ما فيها، والله يصبرها، وكنتمنوا ليها كل خير، لأن ما ننساوش بأن واخا كانت عندهم ثورة الياسمين، الأحداث هذه الملك مكرما مشى زارهم عادي، كيبعث برسالة للدول والمحيط والعالم بأن تونس أرض استقرار، أجيو زوروها، هذا لا غبار عليه. بالنسبة لتونس ثانية مغاربيا، يعني التصنيف ديالها الثاني بعد المغرب.
والثالث إفريقيا، و49 عالميا. هذا هو الواقع، هذا هو واقع السياحة، خصنا نهضروا فيه بكل واقعية. يعني فاش كنهضروا حنا على السياحة راه كنهضروا على نشر تراث، نشر حضارة. سياح كتجي تشوف المعالم، عندك بنيات تحتية قوية من فنادق، مطارات، موانئ، سكك حديدية. يعني يكفي ان المغرب عنده تي جي في، نتوما ما عندكمش، كاينش تي جي في. تبون عمي تبون مشكورا وعد بقطار من تمن راس للجزائر، ما قدرش يديرو، ما يقدرش. ما قطار، يعني قطار كيهضر في قطار، ماشي قطار فائق السرعه، قطار. المغرب حاليا كيتوجه بزياده طول السكك الحديديه ديال القطار فائق السرعه، يعني باش غيربط ما بين طنجة وأكادير. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها، خليكم معنا. روحوا شوفوا الناتج المحلي الاجمالي ونسبه القطاعات. كاين قطاع الصناعه، قطاع الفلاحه، وكاين قطاع الخدمات. نسبه الزراعه من الناتج المحلي الاجمالي باش ما يغلطوكمش، لانه البروباغندا نشوفها من جهه المغرب، لا اله الا الله محمد رسول الله. كي دخلت لصفحاتهم والله كانهم يهضروا على سويسرا. والمشكل كاين جزائريين بزاف يصدقوا نسبه مساهمه قطاع الزراعه في الناتج المحلي الاجمالي في المغرب. وروحوا شوفوا الارقام في الورد بانك، ولا شوفوها في مواقع معروفه تاع احصائيات معروفه. لم تتعدى 12%. الجزائر 14%. الجزائر اللي تعاني في قطاع الفلاحه وتعاني في قطاع الزراعه، نسبه مساهمه قطاع الزراعه في الجزائر من الناتج المحلي الاجمالي وصلت 14.5%. المغرب بالرغم من انها تصدر منتوجات فلاحيه الى اوروبا، لكن نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كله لم تتعدى 12%. والأرقام راهي موجودة، لأنه في الجزائر عندنا استهلاك كبير داخلي وحنا ما نستوردوش المنتوجات الفلاحية. يعني تقريبا في الجزائر أغلب المنتوجات إلا بعض الفواكه. أما بالنسبة للفلاحة اللي كتقول بأن الجزائر كتصدر، يعني ما عندهاش استيراد ديال المواد الفلاحيه وعندها استهلاك، يعني منتجه للقمح، منتجه للبطاطا، منتجه وقوه عالميه في الفلاحه، قوه عالميه. نصنفوا احنا رقم واحد في العالم في الفلاحه. كتستورد 11 مليار دولار، كتستورد 11 مليار دولار، وكتصدر 63 مليون دولار اللي كتصدر، 63 مليون دولار اللي كتصدر الصادرات ديالها. يعني هاد القوة الضاربة القوة الكونية وأول قوة في المجرة كتصدر 63 مليون دولار. المغرب كيصدر 8 مليار دولار. المغرب كيصدر 8 مليار دولار. هذه حجم الصادرات ديال الفلاحة، حجم الصادرات الفلاحة 8 مليار دولار. اما بالنسبه للاستيراد حنايا ما كنستوردوش. حنايا المنتجات الفلاحيه كنستوردو غير الفواكه، كنستوردو منتجات فلاحيه. عندكم خصاص في الحليب، منتجات فلاحيه. عندكم خصاص في اللحوم، منتجات فلاحيه. الحكومه اضطرت باش ترخص الاستيراد ديال اللحوم الحمير والبغال، عزكم الله. يعني هذا هو الواقع. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها، خليكم معنا. الاستهلاك الداخلي في الجزائر طالع، حتى الانفاق تاع الفرد الجزائري داخل الجزائر اكبر من المغربي، ولو انهم متقاربين لكن في الجزائر اكبر. بالنسبه لواحد النقطه ديال الدخل الفردي ولا الراتب ولا الحجم ديال، يعني نصيب ديال المواطن من الدخل الفرد في الجزائر، نشرحو ونقارنو حنايا بالجزائر وتونس والمغرب. حنايا ما عندنا حتى شي مشكل. عندك هذا تصنيف ديال موقع نومبيو، موقع نومبيو التصنيف ديالو ديال 2021.
عندك المغرب 10 عربيا، المغرب 10 عربيا. هذا الراتب ديال الموظفين، متوسط الراتب ديال الموظفين. حنا كنهضروا على 2021 من موقع نومبيو. المغرب 10 عربيا، يعني الحجم ديال الدخل 461 دولار اللي هو المتوسط ديال الموظف. عندك تونس 11 عربيا، الدخل ديالها 305، يعني الدخل ديال هذا الموظف 305 المتوسط ديالو. عندك الجزائر، القوة الضاربة، أعلى معدل ديال الدخل كاين في العالم، 256 دولار هو متوسط الدخل ديال الموظف في الجزائر. يعني حنا ما عارفينش هاد الأرقام. انا لحد الانجاز ديال هذا الفيديو هذا ما عارفش هاد الارقام هذه، حتى كنكتشفها، درت عليها بحث، اكتشفتها، لقيتها. دار معايا بالادله. قول لي مؤشر التنميه، مؤشر. نتوما في العاصمه الجزائر عندكم كوارث في البنايات، بنايات تحتيه، المسائل، كلشي. العاب ديال وهران كشفت الكوارث في البنية التحتية. خطينا من غادي تجيبو رياضي جاي تقول لي هاك الميكرو هدر دايره كوريا الشماليه، وراه تجيبك ميكرو تقول لك بكي كاع على الزعيم ديالها، بكي باش تبان راك متاثر، غادي يبكي مسكين، يبكي حيت كتبقى كوريا ما كايناش الشفافيه والحريه باش غادي تقول اللي عندك. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها. خليكم معنا. القطاع الصناعي 28% اعتقد، ربما اقل. قطاع الخدمات 55% في المغرب. نفس الشيء في الجزائر، نفس الشيء. قطاع الخدمات 51%، القطاع الصناعي اعتقد 27%. نفس الشيء. وين راه اقتصادكم المنتج هذا؟ صادراتكم عندكم الفوسفات، اهم الصادرات الفوسفات. والفوسفات اللي خوتنا يقولوا الفوسفات، مداخيل المغرب من الفوسفات مش كبيرة. المغرب هو ثالث مصدر للمادة ديال الفوسفات وأول منتج للمادة ديال الفوسفات، وأكبر احتياطي والأول عالميا من ناحية الاحتياط العالمي ديال الفوسفات. 75% ديال الاحتياطي ديال الفوسفات العالمي كاين في المغرب، يعني 11 مليار وهذه يعني ماشي شي حاجة، يعني مازال الخير. 75% ديال الفوسفات اللي كاين، شوف نتوما غير البترول اللي كاين ما عرفت كيفاش داير حاليا. التوجه ديال الطاقة ولا ديال الفوسفات هذاك موضوع غادي نجاوبك عليه في هذا الفيديو نيت. كيظهر ليا بان الاغفال ديال الجانب ديال الاهميه ديال الفوسفات في التوازن العالمي. يعني الفلاحه كتقوم على الفوسفات، عامل اساسي هو الفوسفات. الانتاج ديال المغرب ديال الفوسفات كيقلنا 11 مليار، هي القيمه ديال الصادرات ديال المغرب ديال الفوسفات، ماشي شي حاجه كثيره. نكملوا الفيديو نشوفوا عاود المعلومات الاخرى اللي غيجينا بها. خليكم معنا. الاقتصاد المغربي الان راح يعاني من الطاقه، من اسعار الطاقه. لازم نعرفوا باللي اكبر واردات المغرب هي البترول والغاز. حتى الان قبل ارتفاع الاسعار كانت تكلفهم اكثر من 5 مليار دولار سنويا. 5 مليار دولار سنويا اللي هي نسبة كبيرة من الواردات، اللي هي تقريبا 20% من نسبة الواردات من الخارج. هذه واحد. الحاجة 2، المغرب كانت تستفاد من الجزائر غاز بثمن مليح اللي هو الغاز الطبيعي. اما بالنسبة للطاقات
الطاقة المغرب كيستعمل الطاقة ولا الوقود الأحفوري ولا الغاز ولا هادي في توليد الطاقة ولا في الاحتياجات ديالو بالنسبة الاحتياجات اليومية اللي غادي يستعمل ديال الوقود الأحفوري، يعني بالنسبة سوا البترول سوا الغاز. يعني هذا موضوع يعني من الأفضل كون تفاديتيه. العالم ما كيبقاش فات هذيك المرحلة ديال البحث عن، ولا العالم كيفكر في ما أبعد. العالم كيفكر باش يحيد الطاقات البترولية، كيفكر باش يحيدها. هذا غادي نرجعو للمغرب. نيت في الإحصائيات ديال 2022 المغرب كينتج 4031 ميغاوات من الطاقات المتجددة. كاين 1771 من مصدر ريحي، يعني من الطاقات ديال الرياح، وداير المغرب راه فارض الوجود ديالو عالميا. عندك الطاقات الكهرومائية المولدة من السدود 830 ميغاوات. عندك المصدر الشمسي كيولد لينا 38 ميغاوات. يعني هذا هو الواقع. وحاليا الدولة في المخطط ديال 2030 الانتاج ديال اكثر من نصف حاجيات البلاد من الطاقات المتجددة. وحاليا المغرب كيصدر الطاقات المتجددة للدول منها بريطانيا. يعني هذا هو الواقع. المرتبة ديالو حاليا في الطاقات المتجددة يعني المرتبة 19 عالميا من حيث جاذبية الدولة للطاقة المتجددة، إلى جانب الاقتصادات الكبرى يعني حسب الشركة ديال الاستشارات إرنست أند يونغ. تفوق المغرب على اليونان، الدنمارك، الأردن، الشيلي، إيرلندا وأستراليا. هادشي بالرغم من هادشي حنا دولة كنستوردو. اليابان دولة كتستورد البترول، تستورد ما عندهاش ثروات، لأن عندها العقول. دولة صناعية ماشي فلاحية. عندك كوريا الجنوبية دولة صناعية ماشي فلاحية، كتستورد كلشي كتستوردو. ولكن القيمة اللي كتصدرها شنو هي؟ ميزان التجاري شنو هو؟ نتوما الاعتماد ديالكم الوحيد هو البترول. الاقتصاد ديالكم، عصب الاقتصاد عندكم هو البترول. يعني إلا ما كانش ديك 95% ممكن نقولوا 99% من الاقتصاد ديالكم هو البترول والغاز. هذا هو الواقع. رغم هاد الشيء هذا، البترول الغاز حنايا عندنا البترول، حنا عندنا الغاز. هناك مناطق محاذية للمدن ولا في المدن نيت ما عندهاش الغاز. مازال الناس كيتزودوا بالقنينات ديال الغاز وعندهم خصاص في الغاز. هذا هو الواقع. يعني ناس في قلب المدينة وكتشكى من الغاز، ما عندهاش الغاز، ما عندهاش القنينات. ماشي الربط بالشبكة ديال الشبكة الوطنية ديال الغاز، ديال توزيع الغاز. لا، ما عندهاش قنينات غاز، قنينة ماشي الربط مازال عندكم مشكل ديال القطاع الكهرباء في وسط المدن. تنهضر لك المدن، القرى أنا ما غاديش نهضر فيها، عندها الناس ديالها. القرى عندها الناس ديالها. انسان كيتبجح حنايا عندنا الغاز عندكم البترول. يا ودي كون يكون تستافدوا منه، ما كتستافدوش منه. نجي لك لواحد النقطة بأنك نتوما كدعموا المغرب، والمغرب كان كيستافد من البترول ولا من الغاز بأثمنة تفضيلية صدقة. المغرب ما كان كيتلقى من عندكم صدقة، لا المغرب ولا تونس.
تروجوا حنايا عندنا، حنايا كنروجوه، حنايا كنديروا الصدقة. ما كديروش الصدقة. الجزائر كدوز القصة ما فيها، كدوز القناة ديال الغاز ديالك من الدول كتخلص. راك مدوزو ليا في بلادي، ندوزوه في بلادي غادي تخلص. ما بغيتيش دوزو من شي بلاصه واحده اخرى. هذا هو القانون. القانون دايره به الدول كامله. غادي نفوت واحد الخدمه من بلادك غادي نخلص، وكنتفاهموا على الخلاصه شنو هو. واش قيمه عينيه يعني غادي نعطيك من ديك السلعه، ولا غادي نعطيك من السلعه ومن الفلوس قيمه ماديه. هذا هو اللي كاين. هذا هو، هذه هي التفاهمات. هذا هو دفتر التحملات ديال اي دوله. كتقول لك بغيتي دوز من عندي واحد الحاجه غتخلص ليا. راه بحال واحد اون فيترين. غادي نجي غنشهر عندك واحد الاعلان غادي نخلص لك. ودور اصحاب القناه، اصحاب القنوات، اصحاب المواقع، يعني اصحاب التسويق، راه هادشي اللي كيدير. انا غندير واحد المنتوج عندك في الموقع ولا في القناه غادي نخلصك، كنأدي ليك، لانك انت هي فيترينا عندي، انت هي واحد الوسيله كندوز بها السلعه ديالي. غادي نخلصك. ما كنتلقاوش الصدقات. كايناش الصدقه ما كايناش. ما عمر الجزائر دارت الصدقه. وإلا كانت الصدقه في المقربون اولى ديوها نتوما، فرقوها على الناس ديالكم. نتوما قطعتوا الغاز، حتى الناس ديالكم في 2023 ما عندهمش الغاز. يعني نتوما باش كنتو فايدين، كان الانبوب كان كيمرر من الدوله كتخلص. الدوله كانت شارطه عليكم غتخلص فلوس وغتخلص الغاز. هانتوما قطعتوا الغاز، ولات عندنا الطوابير على الغاز، ولينا كنشريو في الحطب. كاينين الطوابير على الغاز؟ كاين والو. نتوما راه في مناطق وفي شي اوقات والطوابير تاع على البترول في محطات ديال محطة تزود بالوقود. كاين هادشي، كاين بالادله، راه ماشي كنهضروا هكا. يعني الانسان فاش يبغي يقول واحد الكلام يقولو موزون، كفاهم العشوائيه والشعبويه والتبخيس وهذا. كاين عندك مشكل ورم في المجتمع ديالك، هضر عليه، انتقد عليه المجتمع ديالك. تسويق حنا نتوما لا شيء. نتوما لا شيء. كتقولوا الحدود حنايا نتوما حنا غنستافدوا من عندكم بالحدود وكذا، وحنا الحدود ما بغيتيش تفتحها. الحق ديالك هذاك، انت شنو غتستافد؟ المغرب شنو غيستافد؟ انت سديتي عليه الحدود، شنو التسويق ديال السيارات راه غادي. اطول خطوط بحريه راه عندنا. شوفوا نتوما العيب والعار، ما عندكم حتى خط جوي كيربط ما بين الجزائر الكوكب و افريقيا. هادشي باعتراف عمي تبون. انسان فاش يكون كيتبجح ما يهدرش بلا 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 بلا. الانسان يكون يهدر بواقعيه، بحوث كدا. ولا لا شيء والو، مجرد نكير. نتوما لا اصلا غادي تستافدوا من المغرب، يعني لا حل الحدود معكم. نتوما اللي غتستافدوا من المغرب الى حل. بعد لما تستورد السيارات من ايطاليا، فيات متهالكه يعني مستعمله، تستوردها من ايطاليا وتسنى عليها بالشهر وبالشهرين. كان غير المغرب غادي يربط ما بين قطاع، غيربط السكك الحديديه ما بين المغرب والجزائر، ما بين طنجة والجزائر.
تولي عندك السيارات كتدخل لك نفس المواصفات اللي كتمشي لاوروبا، وسيارات حديثة، ماشي السيارات متهالكة من آخر من الزمن الغابر، وتسناو عليها بالشهرين والثلاث شهور والحجوزات وهذه والفرحة والإعلانات في التلفزيون، وها دخلوا لنا وتصوروا لنا على أساس راكم دخلكم شاحنة ودخلكم باطو ديال هاز 200 سيارة. راه 200 سيارة حنا 200 راه كتخرج، راه كتمشي في حمولة حناها في النهار. يعني الانسان اللي كيتبجح بشي حاجه ما كتستوردوا، حنا عارفينكم كتستوردوا الفلاحه من موريتانيا، الفلاحه المغربيه كتستوردوها من موريتانيا، عارفين الفلاحه كتستوردوها من اوروبا، الفلاحه المغربيه كتستوردوها من اوروبا. يعني علاش هادشي؟ راه كتكلفوا على الخزينه ديالكم، نتوما هي اللي ضايعين، حنايا راه ما ضايعين ما والو. حنايا السوق ما تباعش عندكم، ما كاينش معاملات تجاريه معكم، دول كتنافس باش تشريها. كاين عندك اليابان سوق استهلاكيه ضخمه، المغرب حاليا جنوب شرق اسيا راسينا كونطرا ديال التعاون الاقتصادي، يعني دخل في مجموعة ديال التعاون الاقتصادي. يعني هذا بلا أوروبا بلا أمريكا بلا، يعني توزيع السوق مازالين في كرعين الدجاج، مازالين تستوردو. كنتو تستوردو الإسمنت تستوردوه. يعني بخلاصة ثم لا شيء، دولة كرتونية منفوخة إعلاميا، قزمة لا تمتلك من المقومات ولا شيء. يكفي أنكم ديروا لعمي تبون واحد القناة في اليوتيوب ولا في قنوات في السوشيال ميديا، تخليوه يعبر على الرأي ديالو وديروا ليه المونتاج في قصر المرادية ويتنزل تا هو، نبقاو نشوفوا الترند ديالو، شوفوا التصنيف ديالو يبقى يطلع لينا تا هو عمي تبون، ونديروا ليه تا هو لايك وبارطاج ونضحكوا معاه شويه. لا السياسيين ديالكم الا من رحم ربي، كاين عندكم ناس مثقفين عقلانيين يعرفون مواطن الخلل، يعرفون حجم البلاد، يعرفون المكانة ديالو. رحم الله عبدا عالما قدر نفسه. تعرفوا غير القيمة ديال رؤوسكم وعاد هضروا على الناس، انتم لا شيء. السلام عليكم. واللي عجبو الفيديو هو هذاك، ما عجبكش الفيديو قول يحيى عمي تبون وتسيق الاخبار. الواقع انساه. يعني منين تبغي تبرد على نفسك شوف التلفازه وقول عمي تبون ما يكذبش. عمي تبون تيقول الحقيقه. عمي تبون حنا عايشين احسن من السويد، اش خلاتها واحد السيده من عندكم، وغادي نجيبوا مازال الفيديوهات على السويد. وشكرا، تحياتي للجميع من جميع الدول، وشكرا.